السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد غريبة ديال الكاوكاو. عندنا هنايا في المقادير 200 غرام ديال الزبدة من أصل حيواني، اللي ما عندهاش دير غير البواطة. وعندي هنا كأس ديال السكر كلاصي أو السكر الثقيل، واحد معلقة صغيرة ديال فاني سائلة ولا ساشي، واحد رشيشة ديال الملح. عندي هنايا واحد 6 قطع ديال بسكوي لوتوس مطحون. عندي هنايا 125 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون مهرمش، ما يكونش مطحون بزاف. وعندي هنا 2 خمارات من فئة 16 غرام. وعندي هنا نص كاس ديال الزيت. بالنسبه اللي غدير الزبده ديال البواطه فيها 200 غرام، غدير مع كاس الا ربع ديال الزيت. وغنبداو دابا على بركه الله. هنا دابا غناخدو الزبده مع السكر كلاصي ونديروهم مزيان حتى تولينا على شكل بومه. دابا مع البرد الزبده ما واخا بايته برا الثلاجه ما تحلاتش بزاف. نحاولوا ندمجوا السكر كلاصي مع الزبده باش تحلينا الزبده. هنا غنبدا نضيف الزيت بالتدريج باش يساعدنا على الزبده تذوب. قلنا عندنا نص كاس ديال الزيت. هنا من بعد ما خدمنا الزبده مع السكر كلاصي والزيت، دابا غنضيف كاوكاو. عندنا هنا 125 غرام ديال الكاوكاو، قلنا محمر ومهرم باش يبقى بحال هكا. وعندنا هنايا بسكوي لوتيس قلنا مطحون 6 الحبات. نعاودو نخلطو كلشي مزيان مع الحال بارد. الزبده ما بغا تجي صعيبه تخدميها. حتى الكاوكاو دابا يساعدنا نخدموها مزيان. دابا هنا غنبداو نضيفو الدقيق على حساب الخليط، على حساب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا لا. هنا من بعد ما ضفت الدقيق غنضيفو الدقيق بالتدريج. غنضيف دابا الخمارات، عندنا 2 خمارات. هنا مع الخماره غنضيف واحد الراس ديال ملعقه ديال البيكربونات، كتعطيها واحد الهشاشه والخفه. دابا نخلطوا الخليط مزيان.
دابا غندير يدي باش نخلط. هنا من بعد ما جمعنا العجينه، حنا ما نتقيدوش بالدقيق، كيفاش غير تكون العجينه رطبه، تكون تكوريها تلقايها رطبه صافي، بارك عليها من الدقيق، تجي على هذا الشكل. دابا غندوزو للتزيين. هنا دابا غندوزو نشكلو الغريبه. عندنا هنايا بياض بيضه، وعندي هنايا شويه ديال اللوز ولا كاوكاو اللي عندكم، وعندي هنا شويه ديال كاوكاو هاشي. نبداو دابا على بركه الله نشكلوها، ديروا الحجم اللي بغيتو، نديروها في البيض، في بياض البيض، ونعاودوها في كاوكاو هاشي ولا اللوز هاشي ولا اللي عندكم. تجي على هذا الشكل. نعاودو ثاني وحده، نديرو في ابيض البيض، نعاودوها في اللوز هاشي، واللي بغى يدير غير في السكر الصقير ويفندها فيه مزيان ويحطها. ها هي الغريبه من بعد ما شكلناها. دابا غناخدو اللوز ولا كاوكاو ولا اللي عندكم ولا نص قرقاعه، غنديروه في ابيض البيض ونديروه فوق الغريبه على هذا الشكل. نديروه في ابيض البيض باش ما يحيدش ملي طيب الغريب. نضغطوا عليه شويه. صافي نديرو الفران يسخن على 180 درجه وندخلوها الطيب. ها هي الغريبه من بعد ما طابت، شوفوا ما شاء الله كيف كتجي محمره.